إذا كان هذا الكلام صحيح فقرار اللجنة الفنية سليم 100%. لأن اللاعب بعد أن طرد من أرض الملعب ارتكب ما يستوجب أن يكتب في تقرير الحكم وبالتالي يعاقب. هو تقرير إذا الحكم كان تقرير الحكم لم يشر لهذه الواقعة اللي شفناها احنا على شاشة التلفزيون اللي هي اللاعب رفض أن يخرج وحاول أن يذهب للحكم، فسر محاولة اعتداء أو محاولة نقاش أو أيا كان، لكن ارتكب شيء بعد الفعل اللي بموجبه طرد. تقرير الحكم يتضمن قيام اللاعب بارتكاب سلوك مشين وقيامه بركل اللاعب المنافس بدون كرة. إذا هذا تقرير الحكم فهو نفس الخطأ اللي وقع في موضوع رادوي واللي لا بكرة رادوي بدون كرة، هذا بكرة. يا أبو إبراهيم النص يقول لك اللاعب الذي يطرد يكتفى بطرد ما لم يرتكب بعد الطرد شيء آخر. لا أنا أتكلم في فارق. رادوي طرد من الملعب واتجه إلى غرفة الملابس. حتى لو لاعب ركل لاعب دون كرة كرت أحمر وبرا. لا في فرق. بس أنا أقول لك اللجنة الفنية لا يمكن أن تتخذ قرار لا بوقف اللاعب لا مباراة ولا مباراتين ما لم يتضمن هناك تقرير يوحي بذلك. الحكم عندما كتب أسلوب مشين فهي إشارة واضحة أنه على هذا الأسلوب يستاهل أيضا يمكن بعد الطرد أخرى. نفس تقرير رادوي للجنة الفنية كان نفس العبارات عندما قال ارتكب أسلوب مشين. من الجائز أنه تلفظ أيضا على الحكم. في هذه الحالة طالما اللجنة الفنية اللي اتخذ القرار فما اعتمدت على صورة ولا اعتمدت على أحداث المباراة بقدر ما اعتمدت على تقرير الحكم. ومرة ثانية أقول لك تقرير الحكم يتضمن قيام اللاعب بارتكاب سلوك مشين وقيامه بركل اللاعب المنافس بدون كرة. نعم سلوك مشين يندرج تحتها أشياء كثيرة. من ضمنها ربما يكون محاولة اعتداء، من ضمنها ربما سلوك مشين والضرب. أيوه الضرب. فإذا الضرب ما أخذ عليه الكرت الأحمر، لكن أسلوب المشين ربما اتخذت هو فيه القرار مباراتين. جميل. عندك الكلمة والله ربما كلمتي أنا حتكون مدخل للمحور الأول، فخلنا ندخل في المحور الأول لأنه بشكل ما. لا أنا عندي تعليق، إذا ما عندك كلمة عندي تعليق على كلمة أبو محمد وأبو عمر. أنا عندي تعليق على كلمة أبو محمد إنه الثاني أو الثالث إنجاز. أيا كان الفريق سواء كان الاتحاد النصر الأهلي اللي يكون البطل واحد. أنا شخصيا لا مش قصة إنه البطل واحد، أنا شخصيا ما أعتبره إنجاز بفارق 10 نقاط أو 9 نقاط، هذا ما هو إنجاز. ولو ترجع أبو زايد لو أي واحد ترجع للدوري السعودي عندما كانت المنافسة على أشدها بين عدة فرق ستجد أنه اللي يحتل السادس الفارق بينه وبين الأول يمكن 4 نقاط أو 5 نقاط. العام الماضي قيل أنه أيضا إنجاز الثالث أو الرابع لفرق بينه وبين الأول 15 نقطة، هذا ما هو إنجاز. أنا أتكلم عن النصر يا أبو سليمان. حتى النصر لو ياخذ الثاني بينه وبين الهلال 10 نقاط أنا ما أعتبره. بس أنت توافقني الرأي أن الهلال ضمن البطولة. لا هذا موضوع آخر. ضمن نعم ضمن لمن يعرف الهلال، لكن ما تستطيع الآن أن تعلن الهلال بطل هو الدوري. رقميا ما تستطيع أن تقول الهلال أخذ بطولة الدوري قبل 5 جولات. رقميا ومنطقيا لا. حتنتظره لغاية فعلا ما يتوج رسميا لتقول أن الهلال أخذ بطولة الدوري قبل انتهاء البطولة بجولتين أو 3 أو ليكون. نجي لموضوع أبو عمر والاتحاد. أنا اللي أستغربه صراحة إدارة الاتحاد بغياب رئيسها طبعا الله يعطيه الصحة والعافية قررت إلغاء صلاحيات فراس التركي، ثم أرسلت خطاب لاعتماد هذا القرار. لم يصدر حتى هذه اللحظة اللي نجلس فيها قرار اعتماد هذا القرار. اللي اتخذ قرار الاعتماد هو مكتب رعاية الشباب في جدة. يعني تخيل مكتب رعاية الشباب في جدة يعتمد هذا القرار اللي المفروض يعتمد من الرئاسة. الآن إيش يقول مدير مكتب؟ أنا أقرأ اليوم الصحف يقولون للمصلحة العامة تم إلغاء توقيع فراس التركي على الشيكات واعتماد البديل. للمصلحة العامة ريثما تبت الرئاسة العامة رعاية الشباب بقرار إدارة الاتحاد. هل هو فعلا قرار صحيح ولا غير صحيح؟ أنا أعتقد أنه المفروض العكس، المفروض يبقى فراس التركي يمارس صلاحياته لغاية ما يتم اعتماد هذا القرار من الرئيس العام رعاية الشباب. طالما هم أرسلوا خطاب للرئيس العام رعاية الشباب لاعتماد هذا القرار اللي اتخذته الإدارة الاتحادية،
يفترض أن يبقى الوضع على ما هو عليه لغاية ما يبت في القرار. لدرجة أنه أحد الزملاء في مداخلة تلفزيونية البارح يقول أن الاستفسار لرعاية الشباب هو شكلي فقط. كيف يكون شكلي؟ كيف الاستفسار لرعاية الشباب يكون شكلي في هالحالة؟ هو حساسية. إما أن يتم الاستفسار أو لا يتم. بس فيه شيء مهم، إذا مكاتب رعاية الشباب لا تستطيع البت في لائحة أمامها فمتى تبت؟ إدارة الاتحاد سألت مكتب رعاية الشباب وأجابها المكتب بأنه طيب لماذا يرفع للرئاسة؟ إذا كان من صلاحياتها البت، أنا ما أختلف معك أبو عمر، يفترض أن تبت ويكون بتها نهائي، لماذا يرفع للرئاسة؟ أنت محتج على القرار ولا محتج على الرفع للرئاسة؟ لا أنا اللي دخل في القرار يا محمد، ولا أناقش القرار، هذا شان اتحادي، هم أدرى بشؤون. بالنسبة لمدير مكتب رعاية الشباب، وأنا ما أعرف إيش المشكلة اللي صارت. لا كلنا ما نعرف، بس أنا أكلمك عن إجراء شكلي. اتخذ القرار وكتب للرئاسة لاعتماد هذا القرار، والرئاسة حتى هذه اللحظة اللي نجلس فيها لم تبت، لم تقل لا ولا نعم. نعم طلبت استفسار. وأنا حقيقة الكلام لما تجي تقول واحد أنه لا يوقع أمين صندوق ومسؤول استثمار هو منصب ولا يوقع على شيكات بشكل ما في إيحاءات حقيقة. يعني من المفترض أنه ما يلمحوا بهذا الشكل إلا لما يصدر القرار. هي فيها تلميحات أنه لا بس إدارة الاتحاد تقول أن هناك سياسة تدوير فقط عن تدوير مناصب عمله كرئيس لجنة استثمار أبعد إلى رئيس عضو مجلس إدارة. هذا الكلام اللي بقوله. تعرف الأمر هذا تشكيك حقيقة. لا لما تعلن مدير الكرة مثلا، لما تعلن انه غير مقبول توقيعه، لانه اساس عمله قائم على التوقيعات. مدير كرة مثلا اذا انت تشك فيه. لا يا اخي لما شغلته هذه يا ابو ابراهيم كف يده عن التوقيع. لما كف يد شخص يتعاطى الشان المالي عن التوقيع، تشكيك ما بعد تشكيك. يجب ان يحقق في الموضوع. ابو سليمان تدري ايش مبرر اداره الاتحاد؟ سمعة الناس تدري ايش مبرر اداره الاتحاد البسيط. بس تدري ايش مبرر اداره الاتحاد؟ اوضح هذه الاتحاد انه يقول هناك عندنا سياسه تدوير مناصب داخل النادي. لا بس احمد حقيقه هي لكن المساله وش هي؟ المساله هنا في ضبابيه، امور متعلقه بامور اول ماليه. مره نسمعها محمد في الانديه السعوديه تدوير. اول مره نسمع. بس انا غير مدير الكره. انا اعرف مدير الكره. انا حقيقه حتى اقبل تدوير في سياسه التدوير. ابو زايد هي ليست، هي حقيقه ليست تدوير. انا حقيقه ليست تدوير. اقبل بفكره انهم يدوروا، مع اني ما ادري كل واحد له تخصصه، لكن اقبل بالفكره التدوير امر، وان تعلن انه اصبح توقيعه غير مقبول فيها حقيقه، فيها شك وتشكيك في الرجل. انا حقيقه اعتقد انه هذه الاداره الاتحاديه حقيقه موضوع مخيف انك تعمل معاه. موضوع فراسه التركي بعيد تماما عن التشكيك. يعني انا اعتقد نقطه لو ما قام كان قالوا له خلاص لا توقعوا انتهى ابراهيم. موضوع فراسه التركي بعيد تماما عن التشكيك في شخص. انا حقيقه تواصلت مع اكثر من عضو مجلس اداره لم يتحدث اي واحد. بس الجماعه ما يتحدثون عن شخصيه الرجل. قد يكون الرجل فشل استثماريا يا ابو زايد. اوكي يفشل. اذا فشل استثماريا من حقك كنادي بيقولوا يقولون فشل استثماريا. يعني ربما من باب لم يحقق الاهداف، لم يحقق يعني مفترض كان توضح. لكن انا على حسب انا مع صالح وابو سليمان ان فيها ايحاءات، يعني فيها ايحاءات على الرجل نفسه. ممكن. عرفت؟ على كل انا تحفظ يا ابو زايد فقط في هذا الجانب. انا ما بحثت القضيه ولا دخلت فيها ولا اعرف فراسه التركي الا من خلال الاتحاد، وهذا قرار اتخذته اداره الاتحاد او المسؤولين عن نادي الاتحاد. انا تحفظي الوحيد انه طالما ارسلت للرئاسه العامه رعايه الشباب يفترض ان تنتظر النتيجه، أن يظل الرجل يمارس عمله لغاية ما يصدر قرار بقبول هذا الإجراء أو برفضه. هي نفس موضوع الأولاني أبو زايد. موضوع الأولاني كان يتحدث عن تفرد شخص بالقرارات. حقيقة فراسة التركي كل من حوله يثنون على هذا الرجل استثماريا، والرجل حقيقة شعلة نشاط، لكن الرجل كان يتفرد بالقرارات لدرجة أنه أعضاء مجلس الإدارة لا أحد منهم يعلم ماذا يدور في داخل نادي الاتحاد. من يتفرد بالقرارات؟ هو الأستاذ فراسة التركي. نعم هناك تفرد واضح في قراراته. هنا طالبوا هذا حسب ما يقال ولا لا أنت؟ لا أنا حقيقة متأكد من الكلام. متأكد من الكلام هذا. أعضاء مجلس الإدارة وجدوا نفسهم مهمشين. هنا طلبوا المشاركة
بشكل ما مع الأخ فراس التركي في العديد من المواضيع من ضمنها اعتزال أحمد جميل، ولكن الرجل كان حقيقة يتفرد بالقرارات بشكل كبير. هنا طلبت منه الإدارة الجلوس معه ومساءلته في بعض المشاريع الاستثمارية، رفض الحقيقة الرجل، هذا على حد علمي. هنا اتخذت الإدارة قرارا بإبعاده عن إدارة الاستثمار. الموضوع بعيد عن التشكيك في نزاهة والعياذ بالله. ما حد يشكك، ما حد يشكك، لكن صيغة القرار فيها ربما أخطأوا في صيغة القرار في البداية، وعليهم تفسير ذلك، لكن في البداية أمر عنه إقالته. في البداية أول ما نشر الخبر إقالته. لا كانت بعدها لا ما كانت إقالة يعني. لا، أول يوم نشر الخبر في الصحف قالت اجتهادات صحفية، لكنها ما لكن بعدها بيوم قال تم إعفائه من منصبه كمسؤول استثمار ومسؤول أيضا عن الأمين صندوق. فكرة التفرد، قضية فكرة التفرد اللي طرحت من أعضاء الإدارة حقيقة فيها شك. أنا بالنسبة لي أشك فيها لسبب، لأنه لتتفرد بالقرار لازم تكون صاحب السلطة. يعني هو أنت الأقوى في الإدارة كلها. لحظة. في الأندية في كل مكان ممكن تلقى واحد يعني ما يكون رئيس النادي، يكون تحت وسلطته أكثر من أو صلاحياته أكثر من صلاحياته. الرجل هو من يأتي بالمال. الأخ فراس في الفترة الأخيرة هو الرجل بشكل ما على اتصال برجل من رجالات الداعم، وهو المسؤول الأول عن إتيان هذا المال. إذن وهذا الخطأ. إذن هذا الرجل سيتفرد بالقرارات باعتباري أنا المسؤول عن جلب الميزان، عن الميزان، وأنا المسؤول عن المواضيع الاستثمارية. إذن يحدث خلل داخل التركيبة نفسها ككل. بالمفترض العملية جماعية وليست كما يحدث داخل النادي. في النهاية كل هذه المشاكل هي بالضبط مثل مشاكل الهلال أيام عبد الله بن مساعد، لما كان فريق كرة القدم يعيد تجديد جلده، حدثت مشاكل وبدأت تطلع مشاكل وتبتكر مشاكل وتطلع مشاكل من هنا وكلها بسبب انه الاتحاد ابتعد عن البطولة بسبب لعيبة يحتاج إلى دماء جديدة، وإلا حيستمروا يخترعوا مشاكل من كل جهة وشيل التوقيع هذا لا يوقع، الثاني وقع. لا ما لها علاقة في اعتقادي هذه مشكلتهم. فراس التركي أصلا ما لها علاقة بفريق كرة القدم. هذه مشكلتهم دائما كانوا يجيبوا. قد تكون مثلا يا أبو زايد استكمالا لما بدأه حمد الصنيع وبعده الباز والآن فراس التركي. هناك لا شك انه كان في صراعات داخل نادي الاتحاد، كلها صراع بين كتلتين. ايوه بين حتى بين اشخاص يعملون داخل النادي. حمد الصنيع وفراس التركي وهم يعملون في نادي الاتحاد كانوا على خلاف، وكذلك ايضا محمد الباز. اختلفت المعادله، جمع اعتزال احمد جميل بين فراس التركي ومحمد الباز مع الدكتور المرزوقي، وعاد الان فراس التركي يستقيل او يقال او يترك منصبه، وهي استكمالا لمرحلة الخلافات اللي داخل نادي الشخصية. نعم. إذن محاور حلقة هذا المساء بعد الفاصل.